قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفولو على الانستا عشان نبقى اصحاب هناك حلوين. واي سؤال عايزين تسألوني عليه اسألوني عليه وهجاوبكم ان شاء الله. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. انا خدت درجة من البلاشر اللي في الباليت دي. اي درجة بلاشر عندك انت حابة تحطيها حطيها عادي جدا، هي درجة واحدة اللي هستخدمها في الشادو ده. اسهل من كده مفيش وما شفتش. ده ميك اب يا جماعة للسواريه، زي ما انتم شايفين كده ميك اب عادي جدا سهل جدا، مفيهوش اي افتكاسة. تمام للناس المبتدئه، للميك اب ارتست المبتدئين، لو لسه ايديهم ما مشيتش على الميك اب ده اسهل ميك اب لوك. ولو البنت مثلا، ولو في بنت مش عارفه تحط ميك اب ده اسهل لوك تقدري تعمليه. خدت درجه الهايلايتر وحطيتها عند مدمع عند العين من قدام وبس كده، ومحطتش اي درجه تانية. وبنفس الفرشة مسحتها في ايديا. الفرشة دي يا جماعة فرشة اي شادو، تمام، فرشة بلاشر، فانا استخدمتها كاي شادو يعني بضمها كده بايديا وبعمل بيها كمان تحت عينيا، فهي حلوة جدا. كمان عايزة اقول لكم على حاجة، لو الشادو نزل تحت العين عادي جدا مفيش اي مشكلة. اول حاجة بيدي وسع للعين، وكمان يعني بيلغي حتة الخطوط اللي بتبقى تحت العين دي، بيدي شكل حلو كده وكأنها عينك طبيعي. فاهمين؟ شكلها حلو جدا، بالذات لو اللون اللي انتوا استخدمتوه لون بني مقرنش كده زي ما انا اخداه، لون برونزاش كده، شكله حلو جدا. فبحطه فوق العين تحت العين في المكان اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده. هو لون واحد استخدمناه، والهايلايت حطيناه من فوق العين، من اول العين وبس كده، ما حطيتش اي درجة تانية. و يعني كلهم بطريقة عشوائية جدا. بصبعي بقى خدت درجة الهايلايتر حطيتها عند اول مدمع كده في العين، برضو زي ما انتوا شايفين سهلة جدا، اللوك مفيهوش افتكاسة. لا عايزين تغمقوا الدنيا شوية من الاطراف حطوا لون بني لون اسود كده، الكلام ده كله فهيبقى سهل جدا. خدت درجة الهايلايتر حطيتها عند النوز عندي زي ما انتوا شايفين، كان متبقي في ايدي هايلايتر فحطيتها عند النوز عندي. بصوا لو عايزين هقولكوا تركاية حلوة، لو عايزين تقللوا من حدة الهايلايتر، لو انتوا عندكم هايلايتر اوفر وفيه شمر كتير وكده ممكن تخففوه باللوز باودر. بتدمجوا اللوز باودر مع الهايلايتر وبيبقى خفيف. ده ينفع بقى ايه، ينفع في اي وقت بقى ايه انت عايزاه فيه يكون خفيف وكده، فاهمين؟ ما يكونش مش هيبقى تقيل، عشان في ناس تحبش الهايلايتر الاوفر اللي بيبرق. فانت ممكن تدمجيه مع لوز باودر او تدمجيه مع البلاشر اللي انت هتحطيه، وهيديكي درجة رقيقة جدا. وهتاخديه بفرشة البلاشر، مش تاخديه بفرشة الهايلايت، هتاخديه بفرشة البلاشر وبس كده، وهتدمجيه على خدودك بالشكل اللي انتوا بتشوفوه بس. وخدت درجة على بني حطيتها عند الأرنبة كده عشان تبرز الأرنبة، لأن الفاونديشن أو الكونسيلر لما بنحطه بيخفي ملامح البشرة، وبعدين لما بنثبت البودر بتخفي ملامح البشرة أكتر. باخد من نفس اللون بحطه عند النوز كده، بحدد بس ايه على خفيف النوز زي ما انتوا شايفين، حتى هي اصلا مش باينه، انا بس بعمل لها تمويهه كده خفيفه جدا. بمسح اللي في شفايفي مرطب دوت حلو جدا، ده روش سحري يا جماعه. في ناس بتقولي ايه، بتقولي في الفيديو اللي فات بتقولي انتي حاطه فلتر، انتي مش عارفه ايه. والله انا لا حاطه فلتر ولا اي حاجه، انا التليفون بتاعي اصلا معفن، تصوير وحش جدا، فمش بيصور حلو خالص. فيعني انا بحاول ان انا بقدر الامكان اصلا ان انا اظبط الاضاءة، فمش بعرف اظبطها كمان، فهو بيطلع لي الالوان عامله كده، فغصب عني ان هو بيطلع الالوان عامله كده يا جماعه، فسامحوني يعني. فحاولوا تاخدوا التكنيك مني وتنفذوه على نفسكم، مع ان هو انا بشوف ان الفيديو برضو يبقى واضح، مش وحش يعني. والله مش ببقى حاطه اي فلتر، لان ده مش ايفون يا جماعه، انا بصور بتليفون اندرويد قديم جدا يعني. بس كده خدت الليب، حطيت ليب لاينر وحددت شفايفي، وبعدين حطيت روج، وبعدين جبت الكونسيلر ودمجته بالفرشة. الفرشة دي مش بتعجبني في الدمج، بتدمج بس يدوبك اللي جوه بس متدمجش الاطراف. بجيب فرشة الروج نفسها وبدمج الاطراف. يا جماعة اللوك ده تثبيت البشرة الفيديو اللي فات مهم جدا جدا، لازم تشوفوه.
هيعجبكم ان شاء الله. وفي الحر ده هتظبطوا الدنيا. حطيت لون اورنج عشان ايه احيي شويه شفايفي. بصوا شكلها حلو ازاي، وكبرت شفايفي كمان بقى شكلها حلو طبيعي زي ما انتوا شايفين، ولا فيلر بقى ولا بتاع. المهم فهاخد نفس البودر البيبي دي وهحطها على شفايفي كده وهثبت لحد ما تثبت خالص، لحد ما مبقاش في اي حاجه كريمي على شفايفي. لو عايزين تتاكدوا من ثبات الشفايف حطوا ايديكم على شفايفكم، ولو اتاكدتوا ان هي خلاص متثبته وتمام بس كده ما تحطلهاش لوس بودر تاني بس كده. وكمان غير ان هي بتفتح لون الروج بتخلي شكله حلو. بصوا بقى حركة المسكرة دي. المسكرة دي حلوة جدا. كان في ناس قبل كده سألاني عن المسكرة اللي بتطول الرموش. المسكرة دي حلوة وبتطول، بس انا ما شاء الله يعني رموشي هي مساعداني. في ناس عندها رموشها ما تبقاش مساعداها، فانتي محتاجة ان انتي تروحي مثلا ان انتي تروحي العطار تاخدي منه تركيبة لتطويل الرموش، او تجيبي سيروم لتطويل الرموش من الصيدلية بس كده. ولو انتي رموشك كده طبيعية فممكن ما تطولش، فاهميني؟ بس في ناس رموشها طبيعية كده، وفي ناس رموشها يعني رموشها طبيعية ان هي خفيفة، وفي ناس رموشها تقيلة، فاهمين؟ تبقى حاجة ربانية يعني. لازم نتقبل كلنا الشكل اللي احنا عليه، محدش يزعل. وبس يعني لو انت متضايقه مثلا من منظر رموشك حطي رموش، بس تكون رموش خفيفه جدا. لو انت عايزه تحيي شكل عينك حطي رموش خفيفه جدا اليوميه بس كده. ويا جماعه انا بحط ميك اب لنفسي ومبرشحش لحد ان هو يحط ميك اب. انا كفايه عليا ان انا اشيل ذنب نفسي، بس انا بحط الميك اب ده بعلمك تحطي ميك اب ازاي وتحطي الميك اب ده في بيتك. بس بعد اذنك يعني اللي عايز يحط ميك اب يحط براحته، مش ذنبي انا، فاهمين؟ انا بطلع احط ميك اب بموهبتي او اعلمك تريكات جديده في الميك اب انا عارفاها وانا ابتكرتها من دماغي. يعني انا كل الحاجات اللي انا يعني بعملها الحمد لله يعني اخدها من نفسي، لان دي موهبه عندي الحمد لله. في ناس كتير تتفرج على فيديوهات تيجي تطبق لك نفس اللوك، لكن انا بحب ان انا اعمل كل حاجه بابتكاراتي انا، بكل حاجه انا عاملاها بنفسي. جبت اللون الاسود وحطيته كايلاينر كده على خفيف عشان يسحب لي العين، وحطيت لون اسود عند مدمع العين كده على خفيف برضو عشان يحدد لي شكل عيني، عشان ما تبقاش العين سايحه على بعضها. خدت جلوس بتاع مايت سينما حطيته على شفايفي وبس كده. احط فيكس بلس انا اللي عاملاه بس كده يا جماعه. ده كان اللوك بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وكمان سيبولي كومنت حلو برايكم تحت. هستنى منكم الكومنت واللايك الحلو عشان انا بتعب في الفيديو ده. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.